مرحبا متابعيني الكرام. سامي وفارس وشهناز وعمر فجراها، فقد قام فارس التونسي بإزالة المتابعة فور طلوع وجدان المغربية صديقته مع علي جبار العراقي بلايف تاريخي وقصف فانزها، وسامي كذلك نزل منشور بحسابه عليهم. أما عمر وشهناز فقد قصفا بطريقة غير مباشرة وجدان وعلي بعد أن ظهرا هذين الأخيرين بلايف تغزل. شهناز لمحت على أن عمر يحترم المرأة على عكس علي الذي كان يصرخ بنظرها في الموسم الثاني، وعمر قصفه وأكد كلامها. أما بشأن وجدان فشهناز عادت لتتكلم على أن وجدان لم تحترم المرضى وتكلمت عليهم سابقا حسب رأيها، وكذلك أنهما الخيار الصحيح وأن الإكسات خيار خاطئ. فشنو رأيكم حبايبي؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو للأخير وتابعونا لنوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات. إحساس حبيبي غنوا عليه الشعراء، الإحساس تغنوا عليه الشعراء. الإحساس ياك الإحساس أصلا يقول لك الشاعر واو، هذا الشاعر إحساسه قوي، وصل لنا المشاعر، وصل لنا أو الأديب، يا إما شاعر أو أديب. عندنا شعر ونثر، متفاهمين؟ الأدب فيه شعر ونثر، نص نثر أو شعر، أديب أو شاعر أو مغني. أصلا مغني كل أغانيه يجيبها من عند الشاعر ومن بعد يلحنهم. أوكي، يقول لك إنه واو الإحساس الوجداني هذا. ليش؟ لأنه الوجودية. وشو هي الوجودية؟ الوجودية إنه هذا الشخص عاش كل شيء حقيقي في حياته، هذا هو الإحساس. وإنتو باش يكون عندكم إحساس لازم تعيشوا 200 سنة، باسكو ما عندكمش أحاسيس، نتوما حجر، ما عشتوش أصلا خبرات، عشتوا غير في واحد الكوا في الزاوية هذيك، في هذاك الركن وين ترقدوا وتاكلوا وتتفرجوا. هذا وش عندكم؟ ما مشيتوا، ما جيتوا، ما عرفتوا، ما قابلتوا في حياتكم، ما جاهدتوا، ما قريتوا، ما عملتوا ولا إفورت. أنا كل هذا ما جاش من ولا شيء، جاء من تجارب، جاء من تضحيات، جاء من خبرات، جاء من ثقافة، جاء من تعمق، من ذكاء خارق اللي يفتقدوه الجميع، الأغلب، حاشا اللي ما يستاهلوش. هاي ليك كيفاش ما بغيتوش تفهموا، انا ما عندي ما ندير لكم. شربوا ليمون مليح. هذه هي، كبسوا شيرو سيتو، وما عنديش مشكله، وما تهاجموا حتى واحد، وما كانش اللي يجي انا يقول لي هكا ولا هكا، ما بدي حدا يهاجم حدا، ما بدي شيء، واصلا ما كان سوء تفاهم صغير ومن بعد نحل. هذه هي. وشكرا للبنات اللي كانوا في شو اسمه اللي ما حبوا، ما رضوش عليا. شكرا للبنات لانه صح معدنهم طيب وما يحبوش على البنات. اوكي، كان موقفهم مشرف، يعطيهم الصحة. شنو وش ثانيت؟ زيدوا شو كان فلاح، ضيفوا وش كاين. مساكن ثانك يو، شكرا بتنهينان. فضحوا كلهم ممثلين، كلهم مصلحجيين، انا نعرفهم خلاص. وليت نشم ريحه الناس، نشم ريحه المصلحجيه، نشم ريحه. تعلمت الحمد لله يا رب، التجربه هذه علمتني في كثير شغلات. عمر انه فرحت كثير انه جيت على قطر الصراحه حبيبي. غيرنا الجو حبيبي. عمر كثير انسان كثير كريم، والله رجل بمعنى الكلمه صراحه، محترم، بيحترم المراه. ليش بيحترم المراه؟ لانه شفتوا كيف يتعامل مع الوالده، ربي يحفظها. اي شخص يقدر امه واخته بيحترم المراه، انا عندي هذا هو الرجل الحقيقي بغض النظر عن كل شيء. صح، صدقوني العائلة كتير مهمة. هيدي رجعة
الله يحفظ الأمهات. العائلة كتير مهمة بالحياة، وصدقوني يلي بيعرف يتعامل مع عائلته بيعرف يتعامل مع الناس كلها، لأنه اللي بيحب عائلته ما بيجرحها ما بيأذيها. يعني كلنا نحن ما بنحب ان نزعل عائلتنا او نزعل اللي بنحبهم اللي هن العائلة، فكرمال هيك بصير بيعرف يتعامل مع الاشخاص والاصدقاء والناس الغرب يعني. كامي شكرا. ميلينا ثانك يو. شيشي ميلينا ميرسي. بالي هيا شيروا اللايف. في حدا بده يسلم عليكم. هلو هاي هلو بونجور. هلو يا فانز ومحبين شوشو. والله بيحبوا الكل، بيحبوك عمر وبيحبوا وانا بحبهم. عم بيقول لكم عمورة بونجور. نحن نسايب من زمان. على فكرة عمر أخوك متزوج مع جزائرية. صح ما شاء الله. واخر مره حكينا معهم ها كثير حلوه. حضرت معها بجزائري. حضرت بحضر معاكم. جمعة مباركة. جمعة مباركة على الجميع. احنا صباح ربي طاقة إيجابية. تمرنا اب شولدر. ايه شو كمان ابس وعملت السمانة. بطاط. شو اسمها؟ السمانة. كيف يسموها؟ قولوا لي رحت العربية. جينكس شكرا. نحن اسمع عنا بطة. ثانك يو. البطة سمانة. شو يسموها؟ المولي. يا عمري انتو بحبكن. تعالوا لما يبلي شخص بالمرض يبليه لأنه هو عزيز عليه، يبغي يطهره. يقول لك طاهر، يطهروا الله سبحانه وتعالى قريب منه. انتم اللي تضحكوا، انتم الله غالب. الحياة خرجها من الغار. انا عشت في منطقة جبلية كنت اقتل الافاعي. شكون انتوما؟ انتو مين اصلا؟ انا عندي جمهوري، انا عندي فانزاتي، عندي عائلتي الثانية. بونجور يلا على الجيم. جيم تسلوا بالجيم، ما تسلوا بالحكي ولا بلا بلا نميمة. تاخذوا اجر تعملوا جسم حلو. تمام، وتحافظوا على صحتكم يعني. في النهاية إذا عجبكم الفيديو دعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.